حميد مستقبل جامعة اسكندرية. عايز أسأل حضرتك سؤال ذو شقين. هو يعني لاحظنا إن في 2009 صعود فئات جديدة للحكم في أمريكا وفي إسرائيل في نفس الوقت، يعني لو وصلنا في أمريكا هنلاقي باراك أوباما أول رئيس أفريقي ذو جذور مسلمة. فهل مثلا في أمريكا ده ممكن يخفف حجم التشتت شوية من ناحية العالم العربي والإسلامي؟ وهل مثلا ده ممكن يخفف برضه حدة المحاباة الأمريكية الواضحة وشديدة في الفترات اللي فاتت لإسرائيل؟ في الناحية الثانية هنبص نلاقي بنيامين نتنياهو كانوا متعودين دايما رئيس الوزراء الإسرائيلي يا إما من الإشكاليين يا إما من السفارديين اللي هم الشرقيين أو الغربيين. أول رئيس وزراء لإسرائيل من الصبرة اللي هم اتولدوا بعد 48 اتولدوا في إسرائيل. فهل ده ممكن يؤدي يعني زيادة حدة التشدد في إسرائيل؟ وزيادة المستوطنات وعدد المستوطنات، ويعني اتخاذ مواقف أكثر تشددا من الفلسطينيين وعدم الرجوع وعدم المرونة والرجوع في قرارات تم اتخاذها في صور شديدة. شكرا جزيلا. احنا طبعا سيادتك عارف وانا قلتها دلوقتي بالنسبه لاوباما هناك اشارات ايجابيه. يعني الراجل زي ما قلت لك انه عين مبعوث شخص له بالنسبه لعين جورج ميتشل، ان النهارده هيلاري كلينتون تصريحاتها في شرم الشيخ كانت ايجابيه، ولكن نتمنى ولكن ما ننتظرش يعني تغيير كبير، لان الولايات المتحده مؤسسات. صحيح الرئيس هيبذل كل جهده وده اللي احنا بننتظره، نشوف هل في ازدواجية معايير ولا ما فيش، ولكن برضه نضع في اعتبارنا انه في حدود لانه في مؤسسات. وبعدين حته امن اسرائيل الكل بيلتزم بامن اسرائيل. يا سيدي احنا ملتزمين بامن اسرائيل، واحنا بنقول لاسرائيل انه بالقوه المسلحه لا تستطيعي ان توفري الامن للمواطن الاسرائيلي، واذا ارادت اسرائيل ان توفر الامن للمواطن الاسرائيلي فعليها التوجه للسلام، لان السلام هو الوسيله الوحيده التي يمكن ان يحقق الامن. اما بالقوه المسلحه فلا يحقق امنا ولا يحقق سلاما. بالقوه المسلحه يحافظ على الستيتس كو، الامر الواقع اللي موجود. فلذلك احنا بننصح اسرائيل بانه اذا ارادت فعلا توفير الامن للمواطن الاسرائيلي فعليها التوجه للسلام وتوقيع معاهده السلام، لان دي الشيء الوحيد اللي هيحقق لها الامن للمواطن الاسرائيلي. احنا في اشارات ايجابيه من الرئيس اوباما، نشوف ان شاء الله هل هيترجم هذا الى نواحي عمليه على الارض. هل سيتم التمسك بما جاء في خارطه الطريق؟ هل هيتم التمسك بالرباعيه الدوليه؟ هل سيتم انه هيلاري كلينتون بتقول احنا متمسكين في حل الدولتين؟ طب عظيم، طب مدى التمسك ده هيكون قد ايه؟ والدولتين هل الدوله دي اللي بيقولوا عليها طب مساحتها قد ايه؟ هي دوله هيجي زي ما نتنياهو بيقول ان انا هرجع 50% وهتبقى السياده بتاع الدوله دي منفوصه؟ يعني حتى لفظ اللي حل الدولتين